مطاف ارسن كان في الانتظار على القائمه الثانيه واضح، وبالتالي اهم شيء عدم استقبال الاهداف في هذه المواجهه من اقوى وجوه. مناجم يرفع كره ونجم، ولكن ويليامز في المكان المناسب يطلع على بلوك بشكل واضح بين الكره الاماميه والموت. شالوليلي يجب الحذر من شالوليلي، هذه صعبه هذه صعبه. الهدف الاول حذاري من شالوليلي، يسجل اول هدف الماميلودي سانداونز في هذه الاثناء. ضربه قويه يتلقاها دفاع نادي الوداد الرياضي. شالوليلي حذرت منه، شالوليلي انه سادس هدف يبدو بان فيها التسلل، والحكم لحسن حظنا نعم شالوليلي على الزمالك، بينما التسديده ضعيفه ولكن المطيع في المتابعه. هذا الموسم في دوري ابطال افريقيا جيفيرادس، هنا تلعب الكره الاماميه بالراس لفائده ماميلودي في لمسه يد، وبالتالي يمر بمواصله اللعب. هذه الاعاده اليسرى سيف الدين بوارا في تدخل من زاوية أخرى واضحة العرقلة وتقدم سيف الدين بوارا بعد مرور 19 دقيقة على الخامس. الحكم فقط حسبها ضربة مرمى. الكرة الأمامية تغطية من أرسن زولا، أرسن زولا لازالت صعبة، مرت جانبية كان في راية بعد ذلك. نعم الراية تأتي، وبالتالي هنا وضعية تسلل. ونجم يمر ونجم يسدد، مرت عالية محمد وناجم يطلب ركنية في هذه اللحظات. هل كان من زولا ما يمرش يا زولا؟ كيف مروا على زولا لاعبين صفة. يتم ترك هنا الحرية وعطير جدا. هذه انطلاقة من الجهة اليمنى وجبران نجم يمر ونجم العرضية العملوك. هل في الموعد هذه الإعادة تدخل كان سليم من المدافع بوطويل. نعم اللاعب المغربي كان في تدخل في حق اللاعب ايوب العمبة في نادي الوداد الرياضي هو اللي يمثل المغرب في كلتا المسابقتين. حتى من الاخطاء، حذر من الاخطاء. الكره تتهيأ داخل منطقه الجزاء. رايه تبادل الرايه لعناصر ماميلودي. رضا الجعد سانداونس مكان استراتيجي مهم جدا، مكان حساس جدا. يهاجم في هذه اللحظات، سانداونس خطير في هذه اللحظات، والمطيع يتابع الكره. هذا هو السانداونس لا تنو، والعملود يدخل في هذه اللحظات. العملود في اللقطه الماضيه هذه فيها تهور، هذه بطاقة حمراء، بطاقة حمراء فعلا، كارت أحمر في هذه اللحظات. مايما سيخرج، يرفع هذه الكرة بالراس. جبران كذلك أمين، 4 لاعبين داخل منطقة الجزاء، لا أرسن ولا بولي ولا أمين ولا واحد تابع هذه الكرة بالراس. اخطر الكرات الوداديه مازالت صعبه. العرضيه، شوف السانداونس حتى بعد 10 لاعبين لازال يبحث عن الهدف الرياضي في الضربه الحره. صعبه هذه الكره، ما يسددش خطيره بعيد عن اللزوم. صحيح مباراه مصيريه ومباراه يا ارسن ويليامز. بعد ذلك لا نلعب من اجل التنشيط، لكن نلعب من اجل الكؤوس. ستلعب ضربة. هذا الخطأ المرتكب، ولو أن صحيح الحكم كان عنده قرارات سليمة. بوارا ضغط من مترجي من العملود، العرضية وتدخل بوطويل. مرفوع على كرة سامبو، سدد سامبو. الكرة مرت عالية، تخرج مباشرة أمامية بالكعب، يتم تحضيرها. والركنية الأولى للسانداونز في هذا الشوط بشكل ممتاز. يرفع العرضية بحثا عن زوير. هناك رشيد الداودي، نور الدين نيبت، اسماء كبيرة لعبت في أوروبا. بولي سامبو وكارت أصفر في هذه اللحظات. يلا يا شباب، الكرة نيبت، وطبعا لديه ضربة الحرة زوير ويحيى عطية الله. خليها يا زوير، هذه تسديدة، خليها لزوير يا يحيى. كنا نعرف بأنها ستكون خطيرة على مرمى الحارس ويليام. سلامات يا بولي سامبو. بولي سامبو يتعرض للإصابة. ماذا هناك؟ واضح الطر بولي سامبو
قين هو مطلب ضروري. مترجي غير معقول يا مترجي، غير معقول. هذه هدية أتتنا، هذه هدية أتتنا من دفاعة الماميلودي ساندونس. كرات مثل هذه أمام السياح يا زهير، كرات مثل هذه في مباراة وفي هذه الظروف لا تضيع، لأن هذه مباراة أنصاف الفرص. كوينا في صافرة قبل ذلك، نعم مصابا ويدخل حميد أحد. يلا يا حميد، زهير يدخل الآن. زهير وسط الكرة عليها يا أناجم، هي لا زالت ودادي من صامو. يا حداد يا حداد يا حداد يا حداد لم يتحكم في الضربة الراسية. لو كان صامبو في هذه الكرة، فريق اللي يعرف كيف يتعامل تكتيكيا مع المباريات. فيها عرضية راسية ممكن، ولكن ويليامز يتابع في نهاية المطاف. تقديراته دائما جيدة. هذا اللافي مكان أيمن حسوني، مريرة أناجم، لا زال عندك يا أناجم، ولكن في القائمة الثاني اللافي في الارتقاء، ولكن هذه العرضية ممكن، تسلل. هنا الإعادة، نعم تسلل واضح على الخروج في هذه اللحظات. يدخل عبد الله حيمود الآن شديد، وربما تحرك لحيمود. هنا العرضية، حداد في ركنية. هنا الثاني أخطر كرة ودادية. الوداد كان قريب. شوف العرضية ثم بالراس بعد حداد. الأفضل لك يا حداد هذه الكرة، لكن مرت جانبا. حداد من هذه الكرة، غريم حسن شالوليلي كاذب. بن عيادة داخل منطقة جزاء. حداد يفقد التوازن بموكوينا. زولا يخرج، زولا يقطع، اللقطة الماضية في خروج البطاقة الحمراء الثانية. مشاهدينا الكرام، تقدر تتسبب في كسور، تقدر تتسبب في مشاكل. كذا الطرد الثاني لفريق ماميلودي هاجم، لا زالت ودادية، والحكم يعطي ذلك. يطرح الكرة الأمامية فيها ركنية بعد ضغط الوداد الآن. وفي هذه اللحظات الحكم يصفر نهاية المواجهة بالتعادل السلبي رغم احتجاجات لاعبي الوداد، بحكم أن كان في توقف كبير في الوقت المحتسب بدل الضايع. إذا النصف الأول، الفصل الأول انتهى هنا في الدار البيضاء. 0-0. مباراة العودة ستكون صعبة بأي متغيرات وبأي تشكيل وبأي قراءة فان دير بروك في ملعب صعب، ملعب ماميلودي سانداونز، بعد أسبوع من الآن إن شاء الله.